يا جماعة، في علماء بيغيروا شكل العالم، وفي عبقري اسمه نيكولا تسلا، الراجل اللي لحد النهارده اسمه مربوط بالغموض ونظريات مؤامرة تخوف. تسلا ما كانش مجرد مخترع، ده كان ظاهرة. اخترع التيار المتردد اللي بيمشي في كل بيت دلوقتي، عمل أول محطة كهرباء في نياجرا، واخترع ملفات تولد برق كأنها سحر. بس اللي أخطر من ده كله إن الراجل ده كان بيحلم يوزع الكهرباء لاسلكي ببلاش. تخيل، مشروعه برج ووردن كليف كان ممكن يغير العالم. فجأة التمويل وقف والمشروع اتدفن. وهنا تبدأ الحكاية المرعبة. سنة 1934 تسلا أعلن إنه اخترع جهاز اسمه شعاع الموت، سلاح يقدر يوقع 10,000 طيارة في ثانية. قال إنه وسيلة دفاع تحفظ السلام، لكن ولا حد شاف الجهاز ولا ظهر دليل إنه موجود. الغريب، بعد وفاته على طول الحكومة الأمريكية استولت على كل أوراقه وصناديقه. المصيبة الأكبر، الوثائق الرسمية قالت إنهم مسكوا 80 صندوق. اللي وصل لمتحف تسلا في صربيا كان 60 بس. فين ال20 التانيين؟ اختفوا. هل اتخطفوا؟ هل أمريكا مخبياهم؟ لحد النهاردة محدش عارف. والموضوع موقفش هنا. في ناس بتقول أفكار تسلا كانت الأساس لتجارب غريبة، زي تجربة فيلادلفيا اللي السفينة اختفت فيها فجأة، وكلام عن الانتقال الآني، وحتى السفر عبر الزمن. تسلا بنفسه قال جملة غامضة: أنا قادر أشوف الماضي والحاضر والمستقبل في نفس اللحظة. كانت فلسفة ولا كان بيتكلم عن تجربة شافها بعينه؟ الأكيد إن في أسرار اتقفلت معاه. تخيل لو الصناديق المفقودة دي ظهرت، هنلاقي فيها إيه؟ شعاع الموت؟ جهاز يحرك الزلازل؟ ولا آلة زمن؟ تسلا عاش وحيد ومات منسي، بس يمكن جزء من الليلة المظلمة اللي بنعيشها دلوقتي سببها أوراقه اللي اختفت. السؤال اللي لسه محدش عارف يجاوب عليه: هل لو كل اختراعات تسلا اتكشفت كنا هنعيش في جنة ولا كابوس ما نصحاش منه؟